طيب الايام الكاشفه عن ايه بقى؟ هي قصه وحكايه لكنها كاشفه وربما كاسفه كمان، لانه الحقيقه القصه بدات زميلنا محمد مصطفى مدير تحرير البرنامج كتب بوست طويل شويه عن عمق الاسكواد بمناسبه غلق باب الميركاتو الشتوي والتدعيمات واحتياجات الفريق وكل ما مر به الفريق من ظروف كثيره في الفتره الاخيره. الى هنا والامور عاديه. علق الدكتور خالد الجوادي وهو الراجل كان المترجم بتاع مستر مارسيل كولر وكان لصيق وثيق الصله بيه. علق الدكتور خالد الجوادي تعليق غير مألوف بالنسبه له، غير متسق مع سابق العلاقه اللي بينه وبين الخواجه. مضمونه كان مفاجئ لناس كتيره لدرجه انه الراجل بعد وقت قليل شال التعليق بتاعه، ربما من صدمه الدهشه اللي انتابت ناس كتيره قوي، يعني عكس قناعاته اللي كانت ثابته ومعلنه. واخد بالك؟ ابرز ما في التعليق كانت مبدئيا خروج على حدود العلاقه بينه وبين الخواجه، يعني في تناول جديد، لانه بيرصد بعض الاخطاء اللي حصلت وبيركز على مطالبته للنادي انه المدير الفني الاجنبي ايا كان مين هو ما يبقاش عنده سلطه مطلقه في اختيار اللاعبين الجدد، وبيقول ان الافضل النادي هو اللي يختار، المدرب يحدد فقط المركز اللي محتاجه. ثم تطرق لحاله عدد من اللاعبين اللي من وجهه نظره ما اداهمش مستر كولر الفرصه الكافيه للاستمرار في النادي. بقول لكم تعليق في مجمله وكل تفاصيله كان جديد وغريب، اثار طبعا جدل واسع على السوشيال ميديا. عشان كده احنا بنناقشه من منظور ما يخص الاهلي وما يهم الاهلي كنظام، عشان برضو جمهورنا بشكل عام كمبدأ، بشكل مبدئي جمهورنا مهم يبقى عارف ده كويس. واتكلم برضو على توتر العلاقة مع الجمهور ومع إدارة النادي ومع الصحافة في زوايا كتيرة، بقول لكم كان مجملها أو معظمها جديد على لغة الحوار ما بين المترجم والخواجة. هنا طبعا مستر كولر ما سكتش، وبالأحرى اللي بيتكلم وكيله دينو لامبرتي، هو بيتكلم بلسان مستر كولر على حسابه الرسمي او حساب الشركه بتاعتهم الفير بلاي. كتب دينو لامبرتي ردا على كل اللي حاصل، دفاعا عن رقم 1 مستر كولر، رقم 2 علاقه مستر كولر بالنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. وربما كان ده الهدف اللي احنا بنناقش فيه هذه المساله، لانها فيها كتير من ثنايا الايام الكاشفه. قال انه دينو لامبرتي وكيل اعمال المدرب مارسيل كولر المدير الفني للاهلي انه بيعلن عن احباطه الشديد من التصريحات الاخيره للمترجم السابق خالد الجوادي على مواقع التواصل الاجتماعي خاصه في هذا التوقيت. واكد ان مثل هذه التصرفات تعكس بوضوح نوايا الجوادي السيئه، ولو كان الجوادي يهتم بمصلحه الاهلي لما كتب كلاما منفصلا تماما عن الواقع والحقيقه، بل انه يحاول خلق فجوه بين إدارة النادي ومارسيل كولر، وهي فجوة غير موجودة بحسب تعبير دينو لامبرتي. قال إنه من الطبيعي أن تحدث اختلافات في الرأي عند مناقشة الأمور الفنية بين المتخصصين، لكن المترجم بالتأكيد ليس من هؤلاء المتخصصين، ما هوش راجل فني. وكان دور الجوادي في الجهاز الفني واضحا ومقتصرا على الترجمة. ومن المفارقات أن الجوادي الذي يحاول الآن تقويض سمعة مارسيل كولر كان يشيد بقدراته وتفانيه بلا نهاية. بيقول وكيل مارسيل كولر مع مرور الوقت اتضحت نوايا الجواد الحقيقية، فمحاولاته المستمرة لخلق صراعات بين كولر وإدارة النادي وطموحاته في الحصول على بعض الصلاحيات التي تخص مدير الفريق وعلاقاته المتنامية مع شخصيات إعلامية مختلفة، مما أدى إلى تسريب أخبار الفريق الداخلية واجتماعات لجنة التخطيط جعلت من الضروري أن يبتعد النادي عنه، وكان القرار صائبا لأن مثل هذا السلوك لا مكان له في بيئة احترافية.
نشد لامبرت جماهير الاهلي المخلصه، وده المهم، التي هي دائما الاكثر شغفا بمصلحه النادي، الا تلتفت الى افراد مثل الجوادي. هدفه الوحيد هو اضعاف الثقه بين كولر والجماهير، ولكن هذا لن يحدث ابدا. ان مارسيل كولر يحترم اداره النادي ويعرف القيمه الكبيره لجماهير الاهلي ويراهن دائما على دعمهم، وحتى الان يفوز دائما بهذا الرهان. ده البيان اللي طلعه دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر. اتفضل. أعلق طبعا. هسأل وجاوب. هل خالد الجوادي أهلاوي بيحب الأهلي؟ طبعا. هل خالد الجوادي كان مناسبا للمكان بيشتغل بثقافة النادي الأهلي؟ مؤكد لا. ودي كانت باينة وقلناها. إذن النقطة الأولانية هو راجل أهلاوي حسن النية. حسن النية، تمام. ولكن ثقافته زي ما رجعت، هو جاي من بره، عايش بره، علاقته بالأهلي الحب عن بعد. أيوه. ما عارفش تفاصيل. أنت بتحب شخص بترسم له واقع يخصك. أيوه. وبترسم لعلاقتك بيه واقع يخصك. فبتعيش هذا الواقع دون أن يكون هو ده بالضرورة الحقيقة. نرجع بقى ساعة ما كان موجود الأستاذ خالد الجوادي، وإيه اللي كان مزعل إدارة النادي منه قبل ما يمشي يمكن بسنة. بسنة؟ طبعا. كان كابتن يناقش هذا الأمر. أنا ملاحظ إن الجوادي عايش دور المشجع أكتر من دور المترجم. كل المترجمين كان لهم دور محدد قوي، إن هو بقى له وجهة نظر، ينزل من الطيارة يشاور للجماهير ويعمل لهم علامة النصر، حوار مستمر، تعليقات، علاقات إعلامية. الله أعلم. كنا نشعر بها، ولكن يعني ما تشاورش عليها قوي، ما نقدرش نؤكد. لكن كان كل الناس بيقول لك هي التفاصيل اللي بتحصل جوه الأوضة المغلقة. يعني الناس يقول لك كولر عمل، كولر سوى، كولر، والنادي قال، ولجنة التخطيط قالت. كنت أنا أقول لك يعني الناس دي عايشة في وسطهم. فكان في استياء أو في عدم ارتياح، إن الدور مش واضح عنده، أو هو مش قابل الدور المطلوب منه. يعني كان يتصور إنه دوره هيبقى مختلف. لما جه مشي، ده اللي اتقال بالظبط. ده اللي اتقال بالظبط. طب العلاقة بين النادي الأهلي وكولر واللعيبة والسوشيال ميديا والمؤتمرات الصحفية كانت عاملة ازاي في وجوده؟ كانت بتشهد كل اللي احنا بنقوله ده. يطلع كولر يقول لك طلبت لعيبة ما جاتليش. يطلع كولر يقول لك مش عارف ايه، يتكلم ايه، ناس معينة تسأل أسئلة معينة. تشعر انه محمل بوجهة نظر قبل ما يطلع يتكلم. لان يعني هفترض ان انا المترجم بتاع مستر كولر ويهمني، وبقى بيني وبينه صداقة، لان هو ده اللي كان بيتقال، ان كولر لا يرى في مصر الا باعين خالد الجوادي. كل شيء، الصورة اللي بتترسم له عن الشارع المصري، عن الجمهور، عن النادي، عن اللعيبه، عن ما يكتب، كان ينسب. وكان من خلال المترجم، وده طبيعي. وكان لا للعلاقه لا مش طبيعي. يعني انت لما كنا شفنا المدربين قبل كده، المدربين كان دورهم في التمرين، في المؤتمرات، وخلصنا. لكن لا يتعايش مع المدرب ولا يتواصل معه في حياته الشخصيه. ده كان موجود. فكنت تشعر ان في مشاكل ملهاش لازمه، ونستغرب هو الكلام ده بيتقال ليه؟ هو في ايه؟ الكلام ده مش حصل، احنا مش شايفينه. انا كنت استغرب، اقول لك ساعات انا بيشككوني، انا مش شايف الكلام اللي بيتقال ده. ولما يعني فاض الكيل زي ما بيقولوا في لحظه ما، وقيل انه طلبها وش كده، عايز يبقى لي اختصاصات مدير كوره اداريه فنيه تتجاوز واترفض وش كده هذا الطلب. فمشي.
والناس كانت متصوره لعلاقته الشديده بمستر كولر وقتها ان مستر كولر كان هيغضب ويثور ويتمسك وتبقى ازمه. فوجئوا ان الموضوع مر بسلاسه شديده والراجل ما قالش حاجه. عشان تفاجئ بعد كده ان المدرجات بعضها واخد مواقف برضو مش مفهومه. وطلع الاستاذ خالد جوادي الذي احترمه واثق انه بيحب النادي الاهلي، واثق انه ربما بيتكلم بمشاعره كراجل مشجع ودي رؤيته، بس الحقيقه ما تقدرش، انت صدرت على حقك في ابداء رايك لما قبلت العمل في النادي الاهلي. يعني انت لما بتيجي تمضي عقد يا استاذ ابراهيم بيمضوك على السريه، سريه العمل، لا تستطيع ان تفشي اسرار العمل بعد ما تمشي واثناء ما شغال كمان. لا بعد ما تمشي خصوصا. فتطلع دلوقتي هي المفاجاه الصادمه انك انت اتضح ان انت كنت المسرب الاعظم. مش لا انا مش عايز اتهمه. مش دي اللي فارقه معايا. اللي فارق معايا ما بعد انك انت كنت مدي صوره عكس اللي بتقوله، ان كولر ضحيه، كولر ما حدش بيساعده، كولر ما حدش بيجيب له طلباته. فالنهارده انت عمال بتشيله كل السلبيات وبتدافع عن الاداره وتقول لا ده اللي كان بيطلبه بيحصل، ده هو كان بيطلب حاجات مش من حقه، ده والصح انه ما كانش يطلب الحاجات دي. ايا كان بقى العلاقه اللي بينهم ايه اللي وصلها الى هذا، ارجع لكتالوج النادي الاهلي يا جماعه. اللي عايز يقول انا انتمي للنادي الاهلي وعايز يعمل فيه يلتزم بثقافته. اما اسيب مكاني ما اطلعش اتكلم في اي حاجه ليها علاقه بعملي، وده مبدا عام. انما ايه اطلع اتكلم في ايه؟ مشجع بقى، الماتش النهارده حلو، فلان حلو، فلان مش حلو، انت حر انفصل عن لكن انت تقول كان بيحصل وما كانش بيحصل، هذا ليس حق احد، لا انت ولا اي دكتور بيعمل في الفريق ولا انا ولا اي مخلوق مسك مسؤوليه من حقه يتحدث عما كان يحدث في النادي الاهلي. الا في اطار نظام انك تدافع تقول النظام الاهلي كان بيفرض علينا كذا، او حقيقه عايز تلغي بيها شائعه. اتكلم في الكلام ده. انما تطلع طب ما كابتن سعد عبد الحفيظ ما هو مشي، وكابتن سعد عبد الحفيظ ماشي زعلان مش عايزه مناقشه، لكن لما تشوفه راضع في جنينه النادي الاهلي. الكابتن خالد بيبو نفس الشيء، طالعين من ثقافه. لما كنت ترجع شيخ طه اسماعيل، انت هتجيب بقى الاساتذه اللي علموا الناس دي كلها وعلمونا. طبعا اذا كان هم دول اصحاب منتهى هم دول القدوه. طبعا كابتن صالح، كابتن طه، مختار التتش، صحيح، مش عارف مين، امال احنا عبد العزيز الشافعي، مع احترامي كل الناس دي هي اللي شربتنا النادي الاهلي، صح. واللي بنحاول بقدر الامكان نقول للناس اثبتوا على كده وخليكوا على كده، لان ده اللي حامي النادي الاهلي. اتمنى اي واحد عملي في النادي الاهلي انه لا، مش من حقك تتكلم على حاجه عرفتها، خاصه انها عكس كل اللي كنت بتقوله. يعني هو مين اللي كان صح؟ القديم ولا الجديد؟ فلان اللي هو انت ولا فلان اللي هو انت؟ مين فيكم اللي صح قبل كده ولا دلوقتي؟ والجمهور عارف يفرز، بس الجمهور يقدر يعني هو اللي عارف مين اللي كان يعني اذا كان حد بيسرب له هو عارف. الاعلاميين طبعا مواقفهم هتبان دلوقتي. يعني في ناس الراجل بيوجه له اتهام مباشر، انت كنت بتقول، لكن انا طيب. مش ده دوري.
انا مش عايز ان انا اهيل الامور على الاستاذ خالد الجوادي الذي اتى بحب للنادي الاهلي وخرج غاضبا وبيمارس كتالوجه اللي هو يعرفه، مش طيب. كتالوج النادي الاهلي.